بالجنيه ليه يلغي فرح؟ ليه ليلتها؟ ليله مصابح الفرح الساعه 2 ونص، اجيب الساعه 2 ونص اجيب مين؟ النمره اللي كانت ب 5000 كنت بروح اجيبها يقول لي 12000 و13000. بتاع المزيكا اللي كان بيتحايل عليا قبلها بشهر ب 22000 قال لي 30000. اتعامل معاه ازاي انا؟ اضطريت غصب عني ان انا اعمل فرح. بتاع الفراشه ياخد مني 100000 وخمسه لوحده. بتاع التصوير ياخد مني 25000. ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. متابعينا ومحبينا في كل مكان، متابعي المصري اليوم، احييكم وارحب بحضراتكم من هنا من محافظه كفر الشيخ كلاكيت. تاني مره دفعوا 92,000 جنيه لعازف مشهور لكنه خلع. العريس قدامنا يعني بيقول انا ما عدتش بفتح الفيسبوك خالص لان الكل صحابي بيقولوا يا عبد السلام بعت لي رسايل مش عارف اوري الناس وشي. الاب ابو تاجر كبير خضروات بيلف المحافظه بيقول انا بقالي 5 ايام ما بطلعش من بيتي. 7 ايام. 7 كان ايام قبل الفرح بيوم. ما بطلعش من بيتي، ما محرج، شفتش الفرح اساسا. مش عارف اقول للناس الفرحه ايه. اساسا يوم الفرح انا الوحيد اللي كنت عامل حسابي. الناس كلها عامله حساب ان عبد السلام جاي، وانا الوحيد اللي عارف في وسط الناس كلها ان عبد السلام مش جاي. كنت عارف ازاي؟ عارف ازاي؟ كلمني الساعه 2 ونص بالليل. الساعه 2 ونص بقى قال لي اسف انا النقابه وقفتني. قالت لي مش ما فيش شغل بكره ولا بعده. وهو كان بالفعل شغال. يعني كان شغال وبيقول لك النقابه كان وقفتنا. شغال وقال لي قال لي ان انا مش شغال، وكان في تاي البارود يومها. يوم 5/9 كان في تاي البارود عند ظابط. كده ماشي تمام، اتفضل. ماشي ايوه تمام. كان شغال. كان شغال تمام. كان شغال 5/9. خد منك قد ايه بقى واتفق منك على ايه وايه اللي حصل بالظبط؟ بالظبط يا بيه. اه اول ما رحت له 1/11 اتفق معايا على 45000. تمام. ونمر ب 22000 يبقوا 67000. خد مني 10000 لنفسه ومضى لي عقد بيهم وصلوا 10000 باقي له 35000. وبالفعل خد مني 2000 جنيه عربون للفرق وقال لي بقى عندك 20000. رحت له قبل الفرح بشهر 30 يوم اديته كمان 10000 في بلده في 100 غام. اديته 10000 جنيه. قال لي خلاص الدنيا تمام. قلت له خلاص احنا فاضل على فرحنا شهر 30 يوم بالظبط. قال خلاص معاك يا بيه. رحت له الهوكسي قبل الفرح بخمس ست ايام. قلت له انا سمحت ان في فرح اتلغى في الحته الفلانيه، احنا فرحنا هيتلغى زي ايه ولا ايه دنيتك؟ قال لي ما اشوف اللوكيشن. شاف اللوكيشن قال لي انا بيني وبينك 7 كيلو بالظبط. 7 كيلو بالظبط على الحدود فين؟ على حدود الدولي. قال لي انت كده بعيد عن كفر الشيخ، يعني انا هاجي. قلت له هتيجي اروح ااكد على الناس كلها، ادفع فلوس الفراشي، اعلق اليوفر بتاعتي، اوزع جواباتي، اشوف الدنيا كلها؟ قال اتفضل اتفضل اعمل اللي انت عايزه. تمام اتفضل كمل. قال لي اتفضل اعمل كل اللي انت عايزه. قلت له اعمل اللي انا عايزه ازاي؟ ده روح وزع جواباتك، شوف ناسك، اعمل علق يوفطك، اعمل ادفع الفراشه بتاعتك. قلت لك انا همشي من عندي تاني يوم بالفعل هنا. قلت لك الفرح اللي موجود ده فرح ما يسواش حاجه اللي انت عامله في الهوكسي. كل واحد شادد كرسي وقاعد عليه، فرح عباره عن زباله. قال لي انا عايز مكان احسن من كده وفرح احسن من كده. هو اللي بيقول لك؟ هو اللي قال لي. تمام. قلت له هجيب لك بودوجارد، وجبت له بودوجارد ب 10000 جنيه يحمي الفرح. واتفقت معاه ودفعت الفلوس تاني يوم ما جيت على طول. ماشي بالفعل. وبالفعل قلت له يا بيه انا اساسا من اسيوط صعيدي. قلت له بالفعل انا رايح اعزم ناسي بكره، رايح لاهلي بكره عشان جايين هيوقفوا الفرح وقفه راجل واحد. قال لي اتفضل روح اعزم ناسك لان انا لازمني ناس توقف الفرح رجل واحده. قال انا النهارده عبد السلام داخل متخفف من ورا المسرح عشان خاطر ايه؟ قله النظام وقله البرجله. عايز عبد السلام يبقى طالع ببودوجاردات وحامينه، وبحب المنظر وبحب النظام ده اصلا. ده من لسانه، من لسان عماد. عماد اخوه مدير اعماله. ايوه. قال لي انا بحب طلعه عماد من على المسرح بودوجاردات وراه ماشي، ناس صعايده ناس واقفين في الفرح. قلت له على دماغي. وبالفعل اتفقت مع ناس في الصعيد اهلي وناسي وعزمت الناس كلها وعلقت يوفط. صباحنا تاني يوم الخميس بدات فراشه. اما رنيت عليه قلت له عمري بيقول كذا كذا بعد ما كنت لغيته. قال لي ادفع لي 65000 جنيه وقتي. مين ده؟ بتاع الفراشه. الفراشه. تمام. يا بيه انت متفق معايا واخد عربونك وهتيجي قال لي خلاص انت كنت وقفتني وعبد السلام مش جاي وضحك على الناس قبل كده. قلت له الراجل قال لي ان انا جاي وخلاص القصه كلها خلصت. بالفعل حولت له 65000 جنيه وانا واقف. كان واصله 1000 جنيه ودفعت له 64000 جنيه وقصته كلها خلصت. تمام. خد فلوسه. صمت تمام. بتاع التصوير نفس القصه. يا ابو روايه الامر بيقول 1 2 3 قصتك بتقول كذا كذا. يعني بالفعل عايزك تيجي. قال انت لغيتني. قلت له ما لغيتكش. انا النهارده فرح كنت متوقع ان فرح يتلغي زي الخدميه، انما الراجل قال لي فرحك هيمشي زي ما هو. ولما فرحي مشى زي ما هو اديت الراجل كان متفق معايا على كام؟ على 18000. قال لي ب 20000 جنيه يا تدفعهم لي وقتي يا الغي الفرح.
يا يلغيني ويتصرف في اي حاجه. ما جاش عبد السلام وكلمني بقى، انت راجل تاجر بتتمشي ازاي في وسط الناس؟ قلت له ما تطلعش من بيتك. بمشي الناس ازاي اساسا؟ الناس اساسا في الفرح ما كنتش عارف اكلمهم. في الفرح وقفت الناس شويه، كل اللي داخل واللي طالع فين عبد السلام، وما فيش، كل واحد يلجح كلمه مش محترمه اساسا. وفين عبد السلام؟ ضحكت علينا من 2.5 في ايام ابنك الثاني. ماشي بالفعل، اتعامل معاه ازاي؟ هحط له فلوس؟ قلت له نقطك فين؟ نقط لسه ما خدتوش. محدش اداني نقوط اساسا. الناس جت اتغدت الظهر على زمن جايين ينقطوا بالليل ويسهروا في فرع عبد السلام، لما ما لقوش عبد السلام لا دفعوا نقطه ولا بالفعل ولا اي فلوس نهائي. العريس بيقول لي ان انا يعني ان انا بنكسف وبنحرج ان انا اكلم مع حد، حتى تليفوني ما فتحوش. بالفعل. انت العريس؟ اه. عريسك شو عريس؟ مالك حاسس ان انت يعني علامات الحزن على وشك في ايه؟ خرب بيتنا. انخرب بيتكم ازاي؟ مفيش، ما فرحش. فرحت، مش حسيتش بفرحه. كنت في دماغك ان عبد السلام جاي بقى والموسيقار وهتفرح انت واصحابك. ما يعرفش، أنا هو ما ما يعرفش، هو منصدم. هيجيب العروسه من الكوافير. هو انصدم لما أبويا جه من عشان الكوافير. يفرحني، عشان ابويا يفرحني خبى عليا ان عبد السلام مش جاي. مم. كان معرفش موقف- لما جه دخل الفرح. كان موقف محرج. بتقول ان انت ما فتحتش التليفون لغايه دلوقتي. لا. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ضيع فرحتنا محمد عبد السلام. عملنا له اللي ما تعملش، جبنا له البوجرطات وعملنا له فراشه من اعلى المستوى وعملنا له كل حاجه كويسه. دفعنا له فلوسه 92,000 جنيه. طب هو ما جاش ليه؟ طب ضحك علينا جاب لها 8 ساعات ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ ما كان قال لنا قبلها ان محمد عبد السلام مش جاي. راحت يعني كلامنا على كل لسان، الناس بحالها راحت بتتكلم بتقول عبد السلام ما جاش، انتوا ضحكتوا علينا لما انتوا مش هتجيبوا عبد السلام. شهرين ليه ان عبد السلام جاي؟ انتوا شهرين ليه ان عبد السلام جاي؟ انتوا عارفين ان عبد السلام مش جاي، بتضحكوا علينا عاملين دعايه ان عبد السلام جاي، بس عبد السلام ما كانش جاي، بتضحكوا علينا ليه يعني؟ يعني كسروا فرحتنا بصراحه، الناس كلها انصدمت. والله انا رحت مع ابو العريس في كل المرات، يعني تمام. كل المرات اللي هو راح فيها وانت أنا بتتفق معاه في تديله فلوس. كل حاجه. يعني هو حتى اخر مره في الوكسه ديت كان هو هناك، يعني كان رايح ان هو يجيب الفلوس اللي كان هو اداها له ويلغي المواد. رن عليا قال لي تعالى ايه هات لي فلوس من البيت. روح خدت انا فلوسها ورحت له. اتفقت وكملت فلوسه. ايوه خد كل فلوسه. تمام. ما عندوش اي حاجه. طلب 25,000 جنيه انا اخو تانيين العريس زياده. ازاي؟ انا اخو العريس ازاي اصلا ان انت تبوظ لنا فرحتنا؟ ازاي فرح اخويا يخلص الساعه 12 مع علم ان انت بتطلع الساعه 12 في اي فرح؟ كل الناس ما كانتش مصدقه اصلا ان انت طالع. عشان ايه؟ منه لله عبد السلام. زي ما كسر فرحة الناس، أنا شاهد على عقد إن هم بيوصلوه 25,000 جنيه زيادة. بقى طلبهم إن هو من الموسم الثاني للموسم ده طلبهم زيادة 25,000 جنيه. ربطت عبد السلام من سنه عدت على كلامك، من شهر 11 الماضي. 1/11/2022. الناس بتقول لك يا عبد السلام، كل الناس بتقول لي عبد السلام، مش بيقلسوا عليا، مش بيقولوا عبد السلام، بيقلسوا عليا. ده تقليد. تقليس مش وتأنيب. يعني الناس ازاي؟ الناس في الشغل بيبصوا لي، بيكلمونيش اصلا. الناس بتقلس علينا وحسبي الله كل ونعم ما واحد الوكيل. يعمل لي يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. عشان ايه؟ ما كان راح عبد السلام في 60 دقيقه اساسا. انا ما كنتش بتاع عبد السلام. اهم حاجه طبعا انت دلوقتي انت كنت منتظر ان النجم عبد السلام يجي يحضر الفرح. ايوه طبعا. مم. وخلانا اجرنا حته ارض كبيره فدان ونص ولا فدانين على بعض، ومليناهم كراسي ومليناهم نور دورين ثلاثه، وعشان نستنظروا عبد السلام والعالم اتملت بالفدانين الارض. بدون خطا وبدون كده. اتفضل. نعم. بدون غلط. مفيش غلط. لا ما فيش غلط. العالم ملت الارض وقاعدين على الكراسي وعاملين جايب الناس اللي تحميه، وبصينا لقينا فجاه ما فيش عبد السلام جاي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي كسر فرحتنا، انكسر فرحته. العريس ابنه. يعني الحزن باين على وشه. والاب تاجر خضروات بيقول ما طلعتش من بيتي من يوم الفرح. اللي بيقابله يقول له يا عبد السلام. تقليس. الاب دفع 92,000 جنيه على حد وصفه. تم تحرير طبعا مذكره في نقابه الموسيقيين بكفر الشيخ، وبيطالب عايز حقه. عايز حق فرحتي اللي ضاعت اصلا. مفيش اي فلوس تعوضها، مفيش اي فلوس تعوضني مهما كان نظره الناس ليا. مفيش فرح اللي باظ مهما جبت الحمصاني، جبت فرق، خسرت فلوس كتير والناس دخلت فرحي ما عملتليش فرح اساسا. بقت الناس تبص لي وساعه ما تخش تشوف المنظر جوه مفيش عبد السلام تطلع تجري وتقلس عليا وتشكريني يا عبد السلام ويجروا. ليه؟ انا كنت عامل عمله، انا كنت حسيت ان انا راجل ريحتي وحشه في وسط الناس احنا كلها. عايزين نفرحوا بس. كان نفسي افرح. كان نفسك تفرح ما فرحتش. افرح. لا ما فرحتش. فرحت ايه؟ تقليص من الناس. انا طلعت المسرح بعد العريس ما وصل الفرح وحس ان مفيش عبد السلام وعرف الحقيقه. طلعت انا المسرح وقفت مع ابني، ما نزلتش اسلم على الناس. اللي بيجي يخش الفرح الناس داخله كتير، تخش ما تلاقيش عبد السلام او قابلهم، تبص تلاقيهم طالعين كلك جري ورا بعض. الناس كانت بتطلع تسمم من الفرح تجري. الناس بتعدي عليك تقول لك يا عبد السلام. بس
تأليس ده بيقلسوا عليك. تأليس أيوة، ده وتأنيب. تأليس طبعا. لا تساوي ايه لما واحده ست في قلب السوق معايا في قلب الشغل جابني الصبح تقول لي صباح الخير يا عبد السلام. عبد السلام ما احترمكش، انت ما تساويش حد، ما تساويش حاجه. ما واحده ست ما لهاش كيان تقلس عليها في السوق وقلت طبعا مع احترامي للسيادات المصريين كلهم على دماغنا طبعا. هو مكسوش طبعا، هو زعلان من اللي حصل معاه. ابنه طبعا يعني فرحته انكسرت، وهو كمان كان له نقوط ما خدتوش. لا ما خدتش نقوط اللي لغايه النهارده مش عارف اطالب الناس اللي طالبه اساله في النقطه يقول لي يا عبد السلام ويسيبني ويمشي. العريس حسبي الله ونعم الوكيل. مم. كان نفسي فرحتي تكمل. كان نفسك فرحتك تكمل. لكن الفرحه ما كملتش. هو جاي من الكوافير وبيهلل وداخل في عربيه وجاي له عربيه جايباه وفرحه ودنيا وبيزمر وبيرقص. دخل لقى الناس مجابلاه بيحسب في مصيبه حصلت في الفرح، بيجروا والناس بتطلع، كل الناس مجابلاه طالعه مش داخله. دخل ما لقاش عبد السلام، دخل اتفاجئ لان انا ما قلتلوش اساسا. انا ما قلتلوش، انا علمت الساعه 2:30 ما رضيتش ابلغ حد. ليه؟ لو بلغت حد فرح هيتلغى، هيجي يلاقي فرحي فاضي، مش هلاقي غير 5 6 حريم في فرحي. فسبت الفرح مفاجاه للناس كلها، بقت الناس تيجي تتجارى على قلت عبد السلام ان انا جايبه. جم صدموا ما لقوش اي شيء، خلقوا ربنا في الفرح. انضحك عليهم، دفعوا 92,000 جنيه لعبد السلام على حد وصفهم. طبعا المذكره مكتوب 92,000 جنيه. مكتوب معاهم عقد، معاكم عقد اتفاق، عقد اتفاق. وكان فرحهم 5/9. العريس ما فرحش والاب ما لمش النقطه والناس الكل بارس عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله الوكيل. الناس قاعده في الفرح ولا يسامحوا اساسا. الناس يومها قاعده في الفرح من العصر حاجزه ترابيزات عشان عبد السلام جاي وما جاش. الناس قامت مشت لما ما لقتش عبد السلام قاموا هتقعد مشوا. الناس تعمل ايه اساسا؟ جهز بوتجاردات واجر مكان واعمل نصبه ونور وعلق الزينه على البيت. لكن العريس يعني يمكن الان كمان زوجته بتقول له عشمتني بعبد السلام وعبد السلام. زوجتك بتقول لك كده؟ ايوه طبعا شمتني بعبد السلام وضحكت عليا كان نفسي افرح، كان نفسي افرح وأعزم. بتقول لي كمان قبل ما نطلع لايف ان كان في ناس مش مصدقين ان انتوا اتفقتوا عبد السلام. بالفعل عشان من 2.5 سنين برضه بالفعل كان عندي فرح ابني الثاني وقلت ان انا هجيب عبد السلام، وجت موضوع الكورونا بس الكورونا غاز ما كنتش لحقت اوصل له، وقلت هجيب عبد السلام. جت موضوع الكورونا لغى الفرح، ما عملتش فرح اساسا، ما جبتش عبد السلام. جيت المره دي اكدت للناس كرهها ليا وقله احترامها ليا اساسا. المره اكدت للناس كده اكدت قالت لي انت المره مراته لغايه دلوقتي مش مصدقاه، بتقول له انت ما اتفقتش مع عبد السلام. لكن هو اراد النهارده انه يبعت لنا عشان يوجه رساله لزوجته، انا اتفقت مع عبد السلام وعبد السلام خلع بيا. عايز تقول للمدام النهارده اتفقت مع عبد السلام؟ اتفقنا معاه. واخد فلوسه بالكام؟ واخد فلوسه بالكام؟ واخد فلوسه بالكام؟ ومتصور وهو بياخد الفلوس بالجنيه. متصور وبياخد فلوسه بالجنيه. واخر فلوس واخدت ال 25,000 جنيه اللي خدهم زياده عن ال 47,000 اللي كان 67,000 اللي كان طالبهم ليه وللفرقه. قال لي 25 جنيه ليه تاني زياده يا بيه؟ قال لك عشان انا اتفقت معاك من السنه اللي فاتت من 1/11 ب 45,000 والنمر كانت مربوطه ب 22,000. النهارده التونسي بيشتغل، انا كنت متفق معاه على ب 6,000، النهارده التونسي بيشتغل ب 15، انا خليه 12. منى محمد كانت متفق على 6,000 هتاخد النهارده 9,000. عمرو الامام كنت متفق معاه ب 4,000 جنيه. قال لي لا بالفعل عمرو الامام النهارده بياخد 11,000 هخليه 9,000 عشان خاطر انت متفق معايا في السنه اللي فاتت. بالفعل كان متفق معايا غزا الوعد 5,000 جنيه. قال لي النهارده لا ده الواحده بتاخد 5,000 جنيه، ده الدنيا غلت. هي الدنيا غلت على الراجل. اتفق معاه من سنه. اتفق معاه من سنه من 11 اللي فات على 5/9. دفع فلوس 95,000 جنيه وعبد السلام ما جاش 92 عفوا 92,000 جنيه والناس عبد السلام ما جاش والناس. حسبي الله ونعم الوكيل. متابعينا ومحبينا في كل مكان، متابعي المصري اليوم، كان معاكم احمد داوود من داخل قريه شباس الملح التابعه التابعه لدائره مركز دسوق من محافظه كفر الشيخ. دمتم متابعينا ومتابعي مصر في حفظ الوراد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.